تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير. مشاهدونا الأفاضل أينما كنتم من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، ونستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون برسائل تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. استثمار ضخم لتحسين خدمات المواصلات خلال سنوات الاستقلال. مواطنون في الداخل والخارج يلقون مدفوعات إيجار بيوتهم. تحطم طائرة على متنها 107 ركاب في باكستان. ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة مع روسيا. وتبادل تجاري أمريكي روسي لمكافحة جائحة كورونا. أهلا بكم للتفاصيل. بعث زعماء اثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والسويد وجمهورية سريلانكا وجمهورية كرواتيا ببرقيات تهنئة بمناسبة الذكرى 29 للاستقلال للحكومة والشعب الليتوي. وهنأ رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد في البرقية التي بعثها باسمه واسم الشعب وحكومة اثيوبيا للقيادة والشعب الليتوي، وتمنى لفخامة الرئيس إسياس أفورقي موفور الصحة والنصر والازدهار للشعب الليتوي. وعبر عن أمنياته الكبيرة للتطور المستمر للعلاقة الأخوية بين إريتريا وإثيوبيا لما يخدم المصلحة الثنائية. كما هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرسالة التي بعثها باسم شعب أمريكا قائلا أنه من المهم في الفترة العصيبة التي يعاني فيها العالم من جائحة كورونا استذكار المناسبات المشرقة التي تربط بين شعوبنا وترفع المعنويات، مشيرا إلى عيد استقلال إريتريا فرص لتعكس حريات كافة الشعوب. وعبر رئيس سويسرا سيمونتا سوماروغا وملك السويد كارل غوستاف ورئيس جمهورية سريلانكا غوتابايا راجاباكسان ورئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش في برقياتهم باسمهم وباسم شعوبهم بموفور الصحة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد الزعماء عن رغبتهم وجاهزيتهم لتطوير علاقات بلادهم الأخوية مع إريتريا وتعزيز التعاون الثنائي. توضح مستندات وزارة المواصلات والاتصالات بأن سنوات الاستقلال الماضية شهدت استثمار ضخم وجهودا جبارة لتقديم خدمات مواصلات جيدة ونشر خطوط اتصالات متوازنة في كافة أرجاء البلاد، مما حقق نتائج ملموسة. وحسب التوضيح قبل 29 عاما كانت تقدم خدمات المواصلات في 26 خطا فقط، إلا أنه ارتفع في الوقت الحالي إلى حوالي 300 خط. وزادت أعداد الباصات التي تقدم الخدمات في الريف بأضعاف، حيث بلغ حوالي 2700 باص. وتضيف مستندات الوزارة أنه بموجب ذلك قدمت تلك الباصات الخدمات لحوالي 1900 منطقة تمتد حتى المناطق البعيدة. وأكثر من 85% من الشعب الذي يحصل على خدمات المواصلات بأسعار زهيدة. وأشارت المستندات فيما يتعلق بخدمات المواصلات في المدن أنها توسعت الخدمات التي كانت منحصرة في عام 1991 في العاصمة أسمرة فقط بمركبات قليلة، توسعت إلى مدن عصب ومندفرة وكرن وتسني وبارنتو ومصوع. ويصل عدد سيارات الأجرة والحافلات والباصات الناشطة في هذا الجانب أكثر من 1600 مركبة. وأوضحت عن ارتفاع شاحنات الحمولات الصلبة والسائلة من 270 إلى أكثر من 15,000، مشيرا إلى استثمارات شرعت العمل لتطوير توسعة خدمات المواصلات البحرية والجوية والإنترنت عبر مراحل متعاقبة. سمح المواطنون المقيمون في الداخل والخارج الإقامة المجانية لمستأجري منازلهم في مختلف المدن والبلدات الإريترية. وفقا للمعلومات الواردة من السفارة الإريترية بهولندا، سمح السيد تادست والدي إقامة مجانية لمستأجري منزله بأسمرة ل3 أشهر، وأسرة مقيمة في مدينة زاندفارت ل5 أسر، وأسرة مقيمة في هيلفرسوم لمستأجري منزلها ل3 أشهر، وأسرة السيد يوهانس قبر أملاخ لأسرتين لشهرين، وأسرة المتوفى الأستاذ ستيفانوس سلمون لمستأجري منزلها ل7 أشهر،
في غضون ذلك تبرعت الجالية الإريترية في أمرسفورت ب1000 يورو، وكنيسة دبر مدهاني ألم في مدينة أمستلفين ب1500 يورو لتنمية صندوق مواجهة جائحة كورونا. ووفقا للمعلومات الواردة من إدارة جودايف، سمحت أسرة السيد تسفاي تخليل المقيمة في بلجيكا إقامة مجانية ل8 مستأجرين ورقاش لأسرتين، وأسرة هبتاي تكو لأسرتين، والسيدة لملم يوهنس لمستأجر واحد، وأسرة السيد ولدمرام سيوم ل3 مستأجرين، وأسرة السيد سبهاتو سلمون ل3 مستأجرين لشهر واحد. وفي مديرية أخرية سمحت قالية أحمد إقامة مجانية ل10 مستأجرين وتدرس رقاي لمستأجر وتولد حدش والمقدم أفرق تدلى وأبرهنا أسره وبرخت منقس، وأسرة المتوفى على مسفها ل4 مستأجرين، وأسرة الشهيد يحدق قبر سلاسي ل14 أسرة، وذهب في السها لأسرتين، وقدي أرأيها لأسرة واحدة، ومحرة آب منقس لأسرتين، والسيد ولد تنساي قبر كريستوس ل6 أسر، ومحرة آب نقاسي لأسرتين، وإسحاق شحقوس ل8 أسر، وتكير آيا وبرهانة تسفى ل4 أسر، وفتصم تخلى وتقريدة تسفى زقي لأسرتين لشهر واحد. يواصل الشعب الإريتري تقديم التبرعات التي بدأها لتنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. وأفاد تقرير وزارة الصحة اليومي بأن عمال أغريكو بضواحي بيشة تبرعوا ب34,000 نقفة، وريتي فيشن اند مارين برودكت 20,000 نقفة، ودانيال فاست فود ب1000 يورو، ومطعم كيدان التسفاي بكرن 13,300 نقفة، ومعرض تهيي زرقول للأثاثات ب7,386 نقفة، وكفلوم نقوسي لقطع القيار 7,986 نقفة، وكل من سناي حيلوم للذهب والفضة، وتصفول الأدوات الكهربائية، وفندقي ترافولا وبولونيا وانداغوس للأثاثات، وسيتي كيك وطاحونة ومناوي بعد قعدات 5,000 نقفة، وعمال البوسطة كرن ب1316 نقفة، وتبرعت مديرية حلحل ب47,998 نقفة، ومديرية قلب ب45,350 نقفة، وإدارة مديرية دبروة ب37,000 نقفة، وضحية تنساي وتنمية المياه ب42,760 نقفة، وكل من ضحيتي منصورة ودلك ب20,000 نقفة، وكل من ضحيتي حركوك وقرقر ب10,000 نقفة، ومنتاي ب9,500 نقفة، وزاعد كوكوي ب8,000 نقفة، وكوريت ب6,000 نقفة، وعد بزقاء ب11,000 نقفة، وإدارة مياه دق شحاي ب10,000 نقفة. وتبرع جمعية منتجي الخضر والفاكهة في مديرية عتيق الإيزان ب15,000 نقفة، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة بحقات ب2000 نقفة، ومطعم لؤلؤة البحر الأحمر ب2000 نقفة، وطاحونة الفلفل الأحمر حقات 2000 نقفة، والجمعية التعاونية لعدة صناعي المقيمين في أسمرة ب3,000 نقفة، ومخبز كرن للمعجنات ب2500 نقفة، ومتجر شدة مسقانة ب6,000 نقفة، وأبناء قرية دبري في أسمرة 10,000 نقفة، وحانت حدرة تسفى ميكائيل ب2000 نقفة، وجمعية الشيخ عبد السلام التعاونية ب1000 نقفة، ومقهى بيونس للإنترنت 2000 نقفة، ودكان براغي 500 نقفة، وعدد كبير من المواطنين ب27,000 نقفة. في غضون ذلك واصل الإريتريين في إثيوبيا تبرعاتهم، وقدموا في الجزء الثاني من التبرع 277,800 بر، لتصل جملة تبرعاتهم إلى أكثر من 1.5 مليون بر و606,627 دولار. وتبرعت كنيسة دبرتين قدس مريم الأرثوذكسية في أنغولا ب6,666 دولار. سيداتي سادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. تحطمت طائرة ركاب باكستانية كانت تحمل 107 أشخاص في رحلة داخلية فوق منطقة سكنية بمدينة كراچي، حسب ما قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية. وقالت هيئة الطيران المدني في باكستان أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها قرب مطار كراچي جنوبي البلاد.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز إيرباص 320 وكانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، لكنها سقطت فوق منطقة سكنية قريبة من المطار وسببت أضرارا بالغة. انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية الأجواء المفتوحة المبرمة مع روسيا و32 دولة أغلبها منضوية في حلف شمال الأطلسي حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذه المعاهدة الدفاعية التي مضى على توقيع 18 عاما هي الثالثة لضبط التسلح التي ألقاها سيد البيت الأبيض منذ وصوله لسدة الحكم. وقال ترامب أن موسكو لم تفي بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية التي مر عليها 18 عاما، وصممت لتعزيز الشفافية العسكرية والثقة بين القوى الكبرى. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يمكن للولايات المتحدة وروسيا التعاون في عدد من الاتجاهات، مضيفا أن بلاده أرسلت إلى الجانب الروسي معدات لمكافحة فيروس كورونا. وقال بومبيو في حديث صحفي أنهم بالحقيقة يخوضون مواجهة صعبة، وخاصة موسكو التي تواصل مكافحة الفيروس. وأكد بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد خلال الاتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتقديم مساعدات ملموسة لروسيا في هذا المجال، مبينا أنه تم إرسال معدات لإجراء الفحوص ودفعة من أجهزة التنفس الاصطناعي. اطلع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وهو يصل من طائرته على أثار الدمار والفيضانات التي نجمت عن أقوى إعصار يضرب الهند وبنغلاديش منذ أكثر من عقد، قبل أن يهبط في مدينة كولكاتا المنكوبة. ولقي ما لا يقل عن 96 شخصا مصرعا في الدولتين اللتين اجتاحهما إعصار أمفان قادما من خليج البنغال، وسقط معظم ضحايا الإعصار في ولاية البنغال الغربية في شرق الهند. ويتوقع أن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار مع استعادة الاتصالات وتمكن السلطات من الوصول إلى قرى تقطعت عنها السبل بسبب الطرق المغلقة والمغمورة، لكن إجلاء نحو 3 ملايين شخص قبل بلوغ الإعصار المنطقة أدى بلا شك إلى تقليل عدد الضحايا. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ونتمنى لكم أوقات ممتعة مع بقية الفقرات والبرامج. إلى